عندك نص كيلو لحمة ومحتارة شو تعملي فيه؟ عندي الحل. رح أعمل لكم اليوم أطيب وأشهى كباب بالمقلاي. بدي نص كيلو لحمة، ضفت له ملح، فلفل أسود وفلفل أحمر وشوية هيل بودرة، أو حطوا 7 بهارات، أنا ما كان عندي. دعكتهم مع بعض كتير منيح. حطيت جنبي زبدية فيها شوية مي باردة لتسهل علي تشكيلهم، وشكلتهم بهذا الشكل، لا كرات ولا أصابع، بدي إياهم يستووا، مشان هيك رققتهم. وهون رح تبل الخضرة: بطاطا مسلوقة 3/4 استواء، وبندورة وفليفلة خضرة وبصل، ضفت لهم زيت زيتون ورشة ملح وفلفل أسود. والخلطة اللي بدي أدهن فيها الخبزة: دبس بندورة، دبس فليفلة، دبس رمان وزيت زيتون. وبمقلاي على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة ونزلت عليها بالكباب، وعلى نار وسط بقلبهم على الوشين لحتى يستووا معي. وعلى فكرة ما بياخدوا وقت طويل، ومدري ليش عملتهم دفعتين، على الرغم من انه المقلاي كانت بتتحملهم كلهم دفعة واحدة، بس انا بحب تعب البال. وبعد ما تستوي اللحمة بقيمها على جنب، وبحط الخضرة وبقليها بهالعصارة اللي نزلت من اللحمة، وكمان شغلة 5-7 دقايق، مو وقت طويل. شوفوا لي على هالالوان ما شاء الله اللي بتفتح النفس. دهنت الخبزة من الخلطة اللي عملتها، بعدين نزلت عليها بالمشاوي. فيكن تعتبروهم مشاوي، بس بينقصن شغلة صغيرة يلي هي التدخين. فحمة صغيرة عليها زيت زيتون، دخنتن، يا عيني يا عيني. قدمت جنبها سلطة المشاوي: بقدونس مع بصل وكاسة لبن عيران. عن جد شي بشهي القلب، طعمتها كتير كتير طيبة، لازم تجربوها. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك.